وراه خرجوا للزنقه وديروا بحال هكا واش شكون غيشد فيه؟ وواحد باغا حق ولدي وسي الحموشي وحضرني وش نشوفهم بعينيا وانا مزوقه فيك وفي وليداتك لما نشوف خذ لي حقي تاع ولدي ما دارت شي حاجه اللي ما تعجبش، ولدي ما دارت شي حاجه اللي غادي نقول يتساهلها، وحرقوا لي ولدي وشقوه ولاحوا تصاوروا في التليفونات. علاش يشقوا لي ولدي محروق؟ كل هذا شي يقول لي ولدك طاري ليه اش دار ولدي؟ انا بغيت هاد اللي حرقوه بغيت لي علام. اليوم غادي نهضروا على الشرطي المحروق. لقاو جثه ديالو محروقه في واحد القادوس بطريقه اللي خايبه وبشعه. فشنو هي تفاصيل هاد الحادثه؟ شكون اللي قتلو؟ علاش قتلو؟ هادشي كامل غادي نشوفوه في هاد الفيديو. ولكن قبل ما نبداو عافاكم ما تنساوش ديروا لي ابوني وجيم او كومونتير ويلا نبداو القصه. فهشام بورزا شرطي مرور كيخدم في حي الرحمة في النواصر. قبل شي اسابيع الشرطي تختفى والعائله ديالو بقات كتقلب عليه، ولكن الصدمه ان شي ناس جاو عند الشرطه وبلغوهم بانهم لقاو واحد الشخص في واحد القادوس محروق. هنايا البوليس مشى لعين المكان وشاف شكون اللي تحرق تما. لقاو الكسوه ديال الشرطي ومن بعد شي ايام لقاو الطوموبيله ديالو حتى هي محروقه. فبدا التساؤلات، شكون اللي حرقوه؟ علاش حرقوه بهاد الطريقه هادي؟ والمغرب كامل تصدم بهول هاد الواقعه اللي توقعات وبهاد الاسلوب هذا اللي لقاو فيه هاد الشخص هذا محروق. الأغلبية كيقول ان اللي قتل هاد الشخص هذا يعني ما عندوش القلب، حيتاش لقاوه محروق بواحد الطريقه اللي خايبه. هي القضيه شغلات الراي العام وكلشي كيسائل شكون اللي قتل هشام بورزا. بليل تكلم معنا وقال لي وبرني غادي الناس شويه نتسرح ونجي نشوف كبا في الصباح. داير معايا باش غادي يمشي معايا يديني العروبيه عندي قال با باش هاد العائله هادي ديال بورزا الاغلبيه ديالهم قراو عندنا في ابو القاسم الزياني، واللي كنت كنعرف اغلبيه ديال الناس كيشكروا هاد الشرطي هذا بالكفاءه ديالو وبحسن السيره ديالو، لا مع الناس اللي خدام معاهم ولا مع الناس اللي ساكن معاهم، يعني الناس د الحي. فالشرطي هشام لقاو انه تعرض لطعنات من الخلف، لقاو عنده 6 ولا 7 ديال الطعنات من الخلف قبل ما يتم الحرق ديالو. ومن بعد هاد الجريمه لقاو القبض على واحد السيده اللي كانت شافتو اخر وحده. بزاف ديال الاقاويل خرجوا ان الشرطي هشام كان كيعرف الزوجه ديال واحد البزناس، وديك البزناس حصلهم وبغى يقتلهم، وخرجوا بزاف ديال الحوايج اللي ما كاينينش. ندخلوا مواقع التواصل الاجتماعي يا الفيسبوك يا الانستغرام يا اليوتيوب وكنلقاو بزاف ديال الاقاويل كلها كيلغي باللغه وكلها كيقول اللي عنده، وان الشرطه مازال ما لقات حتى شي حاجه اللي كتدل على ان ديك الشخص قتل هاد الشرطي هشام. واليوم حتى كنتفاجئوا ان القضيه تحلات. حسب تصريحات الشرطة أنهم لقاو القبض على القاتل ديال هشام. شكون هما؟ يقولوا أن شي إرهابيين هما اللي قتلوا هشام البوليسي. فلقاو القبض على 3 ديال الإرهابيين، 2 في حي السوالم و1 في نواحي فاس في سيدي حرازم. كيقولوا على حسب مواقع التواصل الاجتماعي دابا ان هاد الارهابيين هادو بغاو يقتلوه باش ياخذوا السلاح ديالو ويقوموا بسطو واحد البنكه يشفروها، غادي يقوموا بها بشي عمل ارهابي على حسب الهضرات ديال هاد الناس يعني اللي في المواقع التواصل الاجتماعي. حيتاش فاش تقتل هشام ما لقاوش المسدس ديالو، والمسدس ديالو لقاوه عند واحد مول الطاكسي. حلينا الباب الامامي كنتفاجئوا بشارجور ديال المسدس فيه 5 ديال الرصاصات. داك الشيء مزيان خويا دارت عاود الحمد لله اللي بانت الحقيقة واكتشف السر، لأن الروح عزيزة عند الله. فكانت هذه هي القصة ديال هذا النهار. نتمنى نتلاقاو في فيديو آخر. ما تنسونيش بالدعم ديالكم بسبسكرايب وجيم. السلام عليكم.